السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو. فيديو النهارده هو فيديو ما هو الا نصيحه. طبعا اوقات كتير بنلاقي ناس فرشه مثلا في الشوارع، بيفرشوا مثلا بحاجات قديمه. طبعا انا هقول لك مثلا اتعاملت قبل كده. كنت في محطه مترو المرج الجديده، وورا المحطه بالصدفه كده طبعا لقيت زي ناس بتبقى فرشة جنب سور المترو. طبعا الناس دي بتبقى معاها حاجات قديمة عرضها للبيع، مثلا عدة تليفونات أرضي مع أجهزة مثلا خلاطات سباكة أيوة زي ما بقولك كده، سماعات قديمة، حجارة، بطاريات، لابتوبات، هاردات، معرفش ايه. فالفيديو ده المسدس اللي حضرتك شايفه ده، مسدس الشمع ده كان من ضمن الحاجات اللي مرمية معاهم. مش هكدب عليك واقولك انا جبته واشتغل على طول، لا، انا جبت المسدس ده منهم. يعني انا فاكر ان انا اشتريته يومها ب15 جنيه باين او 10 جنيه، ما زادش عن كده. انا جبته، تخيل ايه العيب العبيط اللي كان موجود فيه. إيه، كان في حد، إيه انا مش عايز اغلط بس هو كان حد يعني الله يسامحه. عارف انت الشمع اللي انت بتلزق بيه ده، الشمع ده هو ما كانش بيلزق بشمع، هو كان جايب زي عارف انت الكاوتش او الكاوتش اللي هو الطري ده، كان جايبه وكان بيسيحه وكان بيلزق بيه تمام بديل الشمع. يعني ده هو كان يعني فكره انه كده عمل اختراع او عمل انجاز. انا جبته من هنا اصلا من الراجل اللي انا اشتريته منه. قعدت اجرب عليه الشمع على طول، انا لقيت المسدس يعني بيسخن معايا وتمام. طالما بيسخن معاك يبقى الملف التسخين بتاعه تمام، ما فيهوش اي مشاكل. انا لقيته كده. فالمهم اول ما جربت مثلا ان انا احط فيه شمع لقيته مش بيطلع الشمع، فعلى طول فكيت المسدس ده وبدأت ان انا اسلكه او انضف الحاجات الموجودة فيه. يعني لقيت بقى الحاجات الموجودة فيه اللي هي كانت ايه، اللي هو الكاوتش اللي او الرابر ده، يعني لقيته موجود فيه. قعدت اطلع فيه وانضف فيه، وفي الاخر خالص مسكته وجمعته ونضفته كده وركبته تاني وشغلته زي ما حضرتك شايف كده. فدايما يعني انا بقول لك نصيحة، الناس اللي بتبقى قاعدة دي اصلا يعني هو يعني سيبك ان انت مثلا ايه، يعني حاجات قديمة ومش قديمة، لا القديم دايما ممكن تكون شايفه انت كنز. تمام، يعني نفع الناس دي اصلا. وبرضه يعني الحاجات دي هتلاقي فيها حاجات هتفيدك صدقني يعني. يعني فيها حاجات بتبقى كنز والله العظيم بجد يعني. وده مش اول حاجة اشتريها عموما، انا قبل كده اشتريت منهم برضو عدة تليفونات ارض وحاجات زي كده وكانت زي الفل بصراحة. مش هقول لك كلها كان بيبقى تمام بس اغلبها بيبقى كويس تمام. بس المهم انت تكون شواف، يعني تشوف الحاجة تعرف قيمتها، الحاجة خلي الحاجة تشدك كده. طبعا ده كان فيديو زي نصيحة كده حبيت ان انا اشاركها معاك، اتمنى يكون عجبك الفيديو. وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على